وزارة قلة الأدب. اولا ده مقترح سخيف جدا، مفيش حاجه اسمها وزاره قله الادب. ايه وزاره قله الادب دي؟ يعني هتعمل ايه؟ ولا صلاحياتها ايه؟ ولا هتنزل بقى في الشارع تقول للناس بطلوا قله ادب؟ ده سلوك شعب خلاص لازم مع احترامي للاسم، لا المفروض الاسم يتعدل، مثلا يبقى مش في حاجه اسمها وزاره قله الادب، لا يعني مثلا وزاره ايه؟ الاحترام والادب. ده يختلف حسب مفهوم الادب عندك ايه وعند الناس ايه. يمسكها المستشار مرتضى منصور. المعايير دي معايير خاصه بالشعوب، في موارثها موجوده، ولما يكون اصلا في حاجه ليها علاقه بالادب، ايه علاقه مرتضى منصور بالادب اصلا؟ اقدر واحد بالمنصب ده هو مرتضى منصور. ليه؟ عشان قليل الادب. ما لو ادب مرتضى منصور يبقى زي الفل، هيبقى ماشي كويس قوي. انما لو الادب بمعناه الحقيقي يبقى ندور على ناس ثانيه. يعني تبقى اسمها وزاره الادب ويمسكها مرتضى منصور اللي بيسب في جميع الشعب المصري، ما سابش حد لما فتح له ملف وسب فيه وسب في امه. سيادة المستشار يعني راجل يعني ذو باع وخبره كبيره، وراجل يعني يعرف يشكم الناس دي كويس. يعني هو قليل الادب هو اللي هيعمل وزاره لمكافحه قله الادب؟ ايه رايك؟ ده تبقى مهزله. مش عارف اقول لك ايه، بس ده اصل قله الادب يعني في مصر. اقول لك ايه؟ ما وزاره الادب يمسكها واحد يكون لسانه مش سليط، يطاح في الناس كلها وعاوز الناس كلها تعتذر له ومتخون الناس، كل البلد خاينه، هو الوحيد اللي سليم في البلد كلها، مفيش غيره هو. نموذج للصفاقه والوضاعه والبذاءه في الاقوال وبشكل علني. يعني البذيء، حتى البذيء اللي في المستتر ده يجوز التعامل معاه، لكن البذيء على الملأ دي بجاحه وتبجح في البذاءه، بتقول ان هو ليس له علاقه بالادب اصلا. وبعدين وزاره الادب ليه؟ واحنا شعبنا قليل الادب؟ احنا شعبنا مؤدب جدا، فعيب ان هو يقول كده. انا ما ينفعش اخلي مرتضى منصور يبقى بيكافح قله الادب وهو بيشتم في الناس على الهوا وعلى التلفزيون، ما ينفعش. ازاي؟ ما هو فاقد الشيء لا يعطيه يا جماعه، ازاي؟ شخص يعني لا يستحق اصلا ان احنا نتكلم عنه، وفي الاخر هو في شخص من العوام مش اكتر، لكنه نموذج من النماذج العامه المطروحه حاليا في الساحه المصريه، سواء كانت السياسيه او الاعلاميه، اللي بتصيب المواطن المصري بحاله من القرف. ازاي يبقى هو اللي زي ما بيقولوا مسكوا القط مفتاح القرار والكلام ده؟ انا عارف ان انا بعد اللقاء ده اكيد هيعمل لي سي دي. انت ليك سيديات فعلا؟ انا لسه هيفتح لي هو سي دي، ما يفتح لي بقى سي ديات يبقى نغذيها ببيانات.